بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم ماما من قناة اكلات ويومياتنا. يا رب كده اللي يشوف الفيديو بتاعي ويشترك يفرح فرحة كبيرة قوي قوي قوي. يا رب بقى كل واحد يشوف الفيديو بتاعي يحط لايك، وكمان اشتراك في القناة، وكمان يفعل الجرس عشان كل ما اعمل فيديو جديد يوصل لكم اشعار ليه، والقناة كده تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. النهارده بقى احنا رحنا عند امي، اتجمعنا انا واخواتي كلنا وعملنا قلنا هنخبز. فده فيديو صغير خالص مفيهوش اي حاجة، بس حبيت يعني اشاركه بقى انا واخواتي كده لما بنروح عند امي نخبز ونعمله في الفرن الفلاحي بقى بتاع زمان. فقلت يعني اشارك معاكم فيه. طبعا بقى ما شاء الله كلنا خبزنا كده احنا واخواتي وكلنا. فما شاء الله احنا قعدنا اليوم بطوله من الصبح لغاية المغرب. كل واحدة بقى بتخبز بقى ما شاء الله ليها ولبيتها يعني. واتجمعنا واتغدينا سوا هناك. بس صراحة انا مصورتش بقى الغدا ولا عملت غدا ولا حاجة، لان ايه، آم، صراحة بقى كسلنا على ما قمنا من الخبيز وعملنا واتغدينا وغسلنا المواعين بقى وروقنا لها الشقة وظبطنا. فكان الوقت اتأخر، وكمان صراحة أنا ما قدرتش أعمل حاجة تاني، فهي فترة الخبيز بس اللي عملتها وخلاص. إن شاء الله في يوم تاني نبقى إيه أصور لكم يوم هناك. طبعا هو ده مش أول فيديو ليا أنا أصوره هناك. أنا صورت فيديوهات كتير، بس ما كنت يعني إيه، ما كانش بيبان قوي. فدي كانت أختي هي اللي بتعجن بتاعتها الأول، يعني العجينة بتاعتها الأول. دي كانت بنتها ومصممة تعمل معاه، وقالت لي بقى صوريني يا خالته وكده، فصورتها في الفيديو ده. اول بقى ظهور لايه لبنت اختي يا جماعه، فحط لها لايك بقى كده وشجعوها. هي ما شاء الله عليها، دي اصغر واحده بس بتحب ايه يعني تشارك مامتها في كل حاجه، عايزه تحط ايدها في كل حاجه. هروق معاكي يا ماما. هي اي نعم ما بتعرفش، بس ايه، يعني هي بتشجع معاها وبتعمل معاها. هتشوفوها دلوقتي بقى وهي بتعمل مع مامتها عسولة صراحة، ما شاء الله ربنا يخليها لها ويهديها. هي لمضة شوية بس دمها خفيف صراحة ومقبولة يعني. دلوقتي بقى بتعجن العجينة، هو العجينة عادي خالص مفيهوش أي حاجة دقيق وملح وخميرة وشوية سكر عشان بتفعل ايه أو بتسرع التخمير شوية. انتوا عارفين في الشتاء العجين بياخد وقت، فشوية السكر اللي بتحطيهم مع العجين أو مع الخميرة بتسرع لك شوية في التخمير بتاع العجين. أي مخبوزات أي حاجة بالذات في الشتاء، يعني ممكن الصيف ممكن لو حطيتش سكر الخميرة بتعمل بسرعة أو بتخمر بسرعة من الجو الحر. لكن في الشتاء الوقت بيغيب أو بالوقت بتتأخر شوية برضو على العجينة ما تخمر. هي بقى عند اختي ديت بتحب يعني ايه او التأني شوية في كل حاجة. يعني هي عايزة بقى تعجن العجين، تعجنه عجنة معتبر، تقعد تلت وتعمل فيه، تلت وتلت فيه. يقولك يديله حرق كمان، وكمان يطلع حلو كده في الخبيز. خلاص بقى بدأنا ايه نولع الفرن كده او نحمي الفرن زي ما بيقول. يعني طبعا بتجرفي الفرن الاول. اي يعني ايه بتجرفيه؟ يعني بتطلعي التراب اللي كان فيه او مكان النار يعني بتاعت الخبزة اللي فاتت بتطلعيها. وبقى بتبدأي تحطي حطب، بتبدأي تحطي قوالح، بتحطي اي بقى. يعني حلاوة الفرن البلدي هو بيلم ايه، يعني بيقولوا اي عفش اي حاجة في البيت لا بيلمها. ورقة هتحطيه، عفش قدام الفرن بقى مثلا من الخبيز بتاع النوبة اللي فاتت بحطيها. كل حاجة يعني بينضف لك البيت عموما. فاحنا بقى بدأنا ده عيش اللي هو بالمكنة، او العيش البطاطي، او العيش اللي هو العيش الفلاحي العادي خالص، مش اللي هو العيش الطب اللي انا بعمله. انا عملت برضو حتة عجينة في الاخر والله، بس برضو ما صورتهاش. يعني انتوا عارفين بقى قعدة الاخوات بقى واللك بقى والعجن كده يعني، والكلام بقى والضحك والهزار. فبينسينا اصلا. انا لو يعني مبينه لكم صوت الفيديو هتعرفوا احنا كنا بنخبز شويه ونقعد نتكلم شويه، نخبز شويه ونقعد نضحك شويه. انا اصلا حابه هناك من كده، كلنا بنقعد مع بعض بقى ونتكلم ونهزر ونحكي. طبعا انا كنت بصور، وكمان اخواتي بقى واحده بتعمل بتبطط شويه، وواحده قدام الفرن. هو ده دي طبعا اول خبزه، كمان الفرن كمان مش معدول لسه. ده هو ما شاء الله بقى كل ما تخبزي بالذات في الفرن الفلاحي ده، في الاول كده ميبقاش معدول، على ما بياخد وقت كده ويحمى حلو. ما شاء الله بتلاقي كمان يعني، شوف ما شاء الله هو اول خبزات والعيش ما شاء الله طالع كلاته قابب وجميل. يعني انا حبيت اشارك معاكم الفيديو كده، قلت ايه حاجه كده بسيطه
من يومياتنا يعني، عشان ما تنسونيش بس. فيا ريت بقى ايه حطوا لي لايك كده واشتركوا معايا في القناه كده وشجعوني يا بنات. وما شاء الله بقى يعني ما شاء الله احنا قعدنا طول النهار بنخبز، بيبقى يوم جميل جدا. على قد يعني مش على قد ما بتبقي عايزه تروحي هناك عشان تقعدي مع اخواتك بقى وتهزري وتضحكي. واي نعم احنا تعبنا بس بجد لا بيفرق مع الواحده بجد يعني، بيفرق في كل حاجه، في النفسيه وفي اليوم كله. يا رب يكون الفيديو كده هو بسيط، ويا رب يكون عجبكم، وده يعني يوم حلو كده مع بعض قدام الفرن الفلاحي بقى وذكريات زمان. اشوفكم على خير، ويا رب ما تنسونيش في من دعوة حلوة من دعواتكم كده وتوصل القلب كده على طول، ورب منها ربنا كده يرن ويستجاب دعاكم ان شاء الله. حطوا لي لايك وشيروا الفيديو يا بنات، ومع السلامة.